يا صباح الخير، يا صباح الفل، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن حال. وحشوني اخر فيديو كنا فيه مع بعض. ماما طمنوني عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده بقى جايلكوا بروتين تاني يوم رمضان. طبعا انا كان عندي اكل من اول يوم رمضان متبقى، فقلت بقى ايه اخد لفه سريعه كده في الشقه عشان تبقى نظيفه، ويبقى ايه تالت يوم رمضان انا من الاكل، فقلت ايه اخلي الشقه كده تبقى نظيفه، يوم للشقه ويوم للاكل. فهنا بقى الملاية بتاعت السرير كانت عايزه تتغير، فقلت اغيرها واحط ملاية نظيفه كده. هما يا بنات محدش يتفرج على الفيديو اللي انا نزلته امبارح. يا ريت اللي بيشوف الفيديو ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. بتمشي يومكوا ازاي بقى في رمضان؟ اكتبولي في الكومنتات، بتمشي يومكوا ازاي؟ بتبدأوا في الاكل من بدري ولا بتبدأوا في الاكل من بعد العصر؟ مين يا مان بينزل يصلي التراويح؟ وان شاء الله باذن الله النهارده هنزل اصلي التراويح. بصوا انا يومي بيبدأ ان انا بصحى الصبح، بقوم اعمل اول حاجه بقوم اصلي، وبعد كده بقى ايه ابدا اليوم، اقعد اقرا في القران شويه في المصحف. وبعد كده بقى ايه اشوف بقى اللي ورايا، اللي عايز يذاكر، اللي عايز يغير. وبعد كده بشوف بقى المطبخ لو في مواعين بتضايق من السحور، مع اني يعني اغلبيه يعني الحمد لله مش بسيب مواعين بالليل في المطبخ، بس لو في طبق كده ولا حاجه بغسله. وبعد كده ايه ابدا بقى يومي من بعد الظهر، لو هسلق حاجه اعمل حاجه، ارتب دنيتي كده، لو في عصاير تتعمل اعملها واشيلها في التلاجة عشان تبقى ساقعه. لاني لو مرتبه نفسك وبصي وماشيه كده بالساعه وبتحسبيها، لازم اللي هي الساعه بتاعت المغرب دي الاخر ساعه دي تحسي ان انتي هو انا كنت بعمل ايه، ما كل ده بيحصل، انا كنت بعمل ايه. هنا بقى بوريك الاوضه كنت عملتها وكنستها بالمكنسه ولمعتها كده، وكنت حاطه الفوط كنت غسلاها بتاعت اللي هي بتاعت جرين واي بتاعت الخشب وبتاعت الازاز، كنت غسلاهم وسايباهم كده في الهوا شويه عشان امسح بيهم الازاز والخشب. انا بلمع الخشب وبلمع الازاز بعد ما بمسح. وهنا بقى كنت طلعت برا نفضت الشبابيك وكنت عملت البلكونه، وكان عندي دورتين غسيل كده نشرتهم. وبعد كده قمت مشغله بقى المكنسه، قلت اخد لفه سريعه كده ايه في الشقه كلها، ومسحت الطرقه وصبنت الحمام. وده كله عملته ايه قبل الفطار، يعني على العصر كنت خلصت بقى كل ده كده اللي انتوا شفتوه ده، وصليت العصر وقعدت اقرا القران شويه. وبعد كده قمت قايمه بقى مطلعه الاكل ومسخناه وفطرنا الحمد لله. بس انا بقى كنت بعمل الصلاه بالمكنسه. هنا انا فضيت الصلاه، يعني شلت الكنبه من الصلاه، حطيتها الانتريه كله مع بعضه في الاوضه التانية مكانه، لاني حسيته بصراحه مبهدل خالص. وهنا بقى ان شاء الله باذنك انت يا رب بدون مقاطعه هعمل ركنه في الصاله. بس والله انا لما مخليني مش عايزه اقدم عليها او اجيبها الا لما ابيض الشقه، لان انا الشقه عندي محتاجه ان هي تتبيض. المفروض ان انا كنت ابيض اليومين دول، بس انا خايفه افتح الفتحه دي في رمضان، فزي ما بقول يعني بقول بعد فتحه رمضان عايزه لما العيال تخلص امتحانات عشان ابقى اختي مذاكره للعيال، اخلص وقت ما ربنا يأذن طبعا يعني. بس دلوقتي بقى ايام مدارس ورمضان والوقت ضيق، فخايفه، مع اني يعني بصراحه الشقه محتاجه نكته بنت لذينه، ان انا عندي الاسقف الحمام والمطبخ واقعين. فباذن الله ان شاء الله ان شاء الله بعد رمضان هعملها.
ممكن اللي اعملها في الوقت ده لان هي مش هتحتاج غير هي بس تغيير لون كده، هي اوضه الاطفال. لو عملتها هاخدكم معايا. بس هي الصاله بقى زي ما انتوا شايفينها كده. فهنا بقى كنت خلصت ورشيت بقى المعطر. خلصت هنا اول ما خلصت العصر اذن، قعدت بقى قريت القران زي ما بقولكوا كده وخلصت. واستعجت كده 5 وقمت قايمه بقى مسخنه الاكل كان عندي سمبوسه، حمرت حبه سمبوسه وقمت ايه خلصت. هنا بقى كان بعد الفطار، قلت بقى اغسل المواعين كده بالمره عشان ايه الدنيا تبقى رايقه، عشان لو هنزل اروح في حته كده تبقى المطبخ يبقى رايق. غسلت بقى كده شويه المواعين دول كده. وبحب بنات الله وانا واقفه كده على المواعين بحب اصلي على الرسول واستغفر كتير طول ما انا واقفه كده. شوفي بقى بتخلصي المواعين في ساعه، في نص ساعه، كل ده ايه يعني حسنات برضه الحمد لله. هو ده الروتين بتاع يومي في رمضان. لسه بقى هنشوف النهارده بقى السبت، انا بسجلكوا النهارده السبت، بس ده روتين يوم الجمعة يعني، ده امبارح الجمعة بعد الفطار وقبل الفطار. لسه بقى نشوف المدارس يوم الحد، انا ما وديتهمش اول يوم رمضان فلسه هوديهم بقى يوم الحد. اما نشوف بقى مع مروح ومجي من المدارس هيبقى اليوم عامل ازاي، خصوصا ان هما صايمين. عندي روحين في تالتة ابتدائي وفيروز في تانية، وبخليهم الاتنين الحمد لله بيصوموا معايا لحد المغرب. فمش عارفة بقى هل لما يروحوا المدرسة هيقدروا يكملوا صيام مع الدروس وكده، هيقدروا يكملوا صيام لحد المغرب ولا لا، مش عارفة، هنشوف. بص انا بحب ان انا اول ما بحط المواعين يعني الم الاكل، حتى لو مش هغسل المواعين احب انزل وساختها كده واسيبها في الحوض كده، ما فيهاش بواقي اكل ولا فيها بواقي حاجه، بتبقى عشان الحاجه متلزقش فيها، فاهمين. ما بحبش بقى زي ما بقولك كده اسيب حاجه في الاطباق ولا الحلل. يعني اول يوم ما كانش عندي هو الا الاطباق بس، غسلت بقى الحلل طبعا. تاني يوم هنا هتلاقوني بغسل الحلل بتاعه الاكل بقى لاني خلص. وربنا يديم علينا نعمه، يجعل رمضان خير على الامه الاسلاميه كلها، يرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين، يرحم ستي وجدي وخالتي، اللهم امين يا رب، واجعلهم في الجنه ونعمهم. رمضان معاهم والله العظيم كان حاجه تانية. احنا كنا متعودين من واحنا صغيرين 30 يوم كنا بنفطرهم عند ستي، لان احنا اصلا يعني ساكنين في الشارع اللي وراها على طول، فكان في 30 يوم كنا بنفطر معاها، ما بنسيبهاش ولا هي بتسيبنا. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها يا رب. رمضان من بعدهم والله هو ايام ربنا كلها خير والحمد لله، بس يعني حاجه ناقصه، عارفين كده لما تكونوا متعودين على حاجه من صغركم. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم. وبس كده يا بنات. بصوا بقى هنا خلصت بقى بشطف الاطباق، عملت البوتاجاز، انا حاطه فويل على البوتاجاز يعني في تنظيف اللي هي بتاعت المطبخ، ولما صبنته وعملت البوتاجاز وقلت بقى احافظ عليه بقى طول الشهر بايه، حطيت فويل عليه. قلت يبقى ايه سهل كده في اخر رمضان لما اجي انضفه يبقى ايه سهل كده عليا. هو انا اسفه يا بنات والله على الصوت ده، انتوا عارفين طبعا كل مره اقول لكم العمومي وجنبي بنزينه وصوت العربيات، فانا بعتذر لكم والله على الصوت ده.
هنا بقى كنت خلصت، بوريكم بقى كده لحظة السعادة. بس كده يا بنات، الفيديو يكون معانا خلص. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي، مع السلامة.